جهدارين هيجا ودلال جهدارين هي في اف ام سباو بخير از ندى ابراهيم بورا ما دخلك كانوش كوشيان وجداردا جهدارين هيجا مجارا ما ايرو لسر نخوشيا سكريه جبو في بمرة يا دكتور روان تمو بسبوري نخوشين غدد الصمو السكري وجمر بقى خفا وهن آقاهين بهتر بدا خوياني كرن. دكتور روان حسن تمو، دراسات عليا أمراض الغدد الصمو السكري، خريجة جامعة دمشق، من دراسات عليا الأسد جامعي ومواساة خلاص قريب. أما بشيء قال السكري يمكن طبعا داء السكري ضمن نمط هنا تايب 1 تايب 2. داء السكري نمط أول بالعادة داء أعماري بري بيستوبين صارتين. داء السكري نمط ثاني عادة أعماري مستردتين بيشتي سيصالي غالبا. طبعا أنماط فرعي هنا يعني أنماط هن نافي لادا ومودي أفناد ناف حردو نمطاتين، ناف نمط الأول وناف نمط الثاني. النمط الأول 95% أسباب السكري نمط أول بسبب مناعي. جبرود أعماري بشو قد كشف ذبه قابا مناعته لاش هجومي خلايا بيتا بنكرياس ذكي ده إفراز الأنسولين نما هبه فورا كشف ذبه. طبعا كشف دبه بأعراض قلك يخرد، نقص وزن شديد، أعراضه إيه ارتفاع رقم السكر مع عوز الأنسولين، عوز أنسولين شديد وبالتالي نقص وزن، لأنه أنسولين هرمونكي بنائي يعني غيري شكل صرف دك بناء للجسم شدك. نقص سكر، ارتفاع سكر شديد شدبه، نقص وزن شدبه، ممكن إسهالات، إقياءات، ترفع حروري، تعب ووهن عام شديد. دي هلي أهل زاروكي بالمستشفى بالتحاليل هذا ارتفاع شديد بأرقام السكر. طبعا أعراضنا ممكن أعراض حماة خلوني سكري غالبا النمط الأول من الداء السكري الباء أعماري بشوك بسبب حماة الخلوني السكري كشف دبه. حماة خلوني سكري أبنى خوشيك بسبب عوز الأنسولين. طبعا فورا إعادة أنسولين جي لازمة. النمط الأول حصر المعالجاي بالأنسولين كما إجبرقو خافضات السكر الفموية إجدرماني إيجي يا أما محرضات أنسولين ويا أما زيادة حساسية أنسولين شدك. النمط الأول أنسولين دلاش تنا أساسا، وبالتالي خافضات السكر الفموي يعني حب في دواء النين معالجة مباشرة بالأنسولين. جرعات حداندن بالمرحلة الأولى بحسب الوزن وبيشتوي بحسب ضغط أرقام السكر. نمط الأول بشكل عام. طبعا أسباب النمط الأول أسباب المتنوع هنا